حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج بغاة أم رقاة أو رقاة أم بغاة. اليوم عندنا واحد طلع في المغرب من 3 سنوات اسمه نعيم، وهذا الرجل أيضا من الناس الذين وقعوا في الأخطاء التي وقع فيها هذا الرجل ليست الرقية غير، لا هو يعمل رقية مباشرة، ولكنه يعني يستعرض بالرقية ومسوي له إخراج ودعاية ويجيب الناس المرضى ويقرأ عليهم ويصورهم، وفي مقاطع تدل على أنه لا يفقه في الرقية شيئا لأنه ما يعرف يميز بين المس أو الجن وما شابه ذلك. وفي مقطع هنشوفها، لكن قبل نشوف المقطع هذا أبغى أوريكم بعض هؤلاء الرقاة، يمكن مو هذا في الجملة، يعني كيف يقدمون للحالات التي يقرؤون عليها، وش اللي يقدمه، كيف يقدم، هل يقدم آية من القرآن أو مقطع حديث يذكر الإنسان بالله ويقين بالله والثقة بالله بهدوء وبسكينة وقار، أم أنهم يقدمون إعلانات أو دعايات كأنك في فيلم تشاهد فيلم مرعب سووه في هوليوود ولا مدري وين سووه، وبعدين يبدأ هو يقرأ على المريض وتشوف العجائب والغرائب. خلونا نشوف المقطع هذا، مقدمة لأحد الرقاة وكيف إنه يعني مسوي يعني تتر، بس تتر من نوع غريب جدا وجايب فيه أصوات وذئاب وما شابه ذلك. خلونا نشوف. هذا واحدة من العجائب والأشياء المضحكة، لما يجي يسوي له إعلان في اليوتيوب ولا دعاية ويبدأ بدل ما يبدأ بآية ويبدأ بحديث وشيء هادئ وفي سكينة، يبدأ بهذا بذيب، يجايب لذيب يعوي. إذن أصبحت يعني مسألة فجة، ولكن أنا ما أستغرب من هذول، أستغرب من الناس اللي يصدقون لأنهم ما تعلموا. لو أنهم تعلموا الرقية كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم والله هذولا نضحك عليهم. الآن بنشوف أشهر راقي طلع مؤخرا في المغرب وهو اسمه الراقي نعيم، وهذا قاعد يرسل مقاطع للرقية كثيرة جدا مليانة في اليوتيوب، وهو يرقي الناس والنساء ويأتي بالعجائب والناس يأتون له من كل مكان، وهو لا يفقه في الرقية شيئا. هو خالف في قضية الاستعراض وأخلاق الراقي. هذا الرجل الآن سترون كيف أنه يقرأ على امرأة وهو يقرأ القرآن هي تتكلم معه. بسم الله بسم الله يبطل كل سحر يبطل كل سحر طيبة يبطل كل سحر يبطل كل سحر بسم الله يبطل كل سحر يبطل كل سحر مرصود يبطل كل سحر مرصود يبطل كل سحر كيد ساحر كيد ساحر اسمي مليكة يا امرأة. عبد الله قد اسمك عثمان، لكن ابني اسمه عثمان. إني أرضعتها هي وهو. إنهم إخوة، الاثنان عثمان يعني شحال عام وانت في ونادية 30 عاما. علاش دخلتي أصلا؟
سحر والله لكن لم يقصدوها يا رجل، قصدوا الأم والأب. لكن الأم كمان مأذية، إن فيها الجن لكنها طيبة والله طيب، لكنها لا تقرأ القرآن ولا تطيع الابنة، إنها تذهب بها إلى المسجد لكن لا ترغب. أخوها كمان مأذي جنية اسمها عائشة، إنها لا تحب نادي. تخرج طاعة لله عز وجل. أخرج طاعة لله. طاعة لله مؤمن. طاعة لله. سوف أخرج لكن السحر يا رجل. أين السحر؟ أنا مسجون. أين السحر؟ ليس هنا. أين؟ ليس هنا. أين؟ السكنة الأولى. أي مكان؟ مرشوش؟ مدفون؟ أي نوع من أنواع أنا لا أريد الفتنة يا رجل. أنت خادم السحر. أنا نعم، ولكن لا أريد ونحن الفتنة. كذلك لا نريد الفتنة ولا نحب أن نعلم من صنع. لو أنا أقول أنا أوعدك لن أقول المرأة التي عملت. أي نعم لا نريد. لأن هي جدتها، ولكن هذا سر يا سادة. هذا سر. اسمع هذا السر. اسمع سير أنت تكتب السر الآن. أنا ما ماشي نريد. ولا المرة كبيرة. أنا أسمعني جيدا. حاولت مع أمها ولكن لم أقل لها، قالت لي من، ولكن إني لا أريد الفتنة، أريد أن أخرج. أنت مسلم؟ عذبتها. أنت مسلم. أنا عثمان. أنا عثمان. تصلي؟ أصوم. إذا اعلم أن الله عز وجل نعم. حرم عليك الظلم سواء للكافرين أو للمسلمين. نعم. لكن المسلم عليه أن يمتثل أمر ربه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا. هي امتثلت. اسمعني جيدا. لكني أنا لم أمتثل. أذعن. عذبتها. استمع حتى تعلم. تعلم. الله تعالى حرم الظلم على نفسه. نعم. جعله بين العباد محرم. والله محرم. قال لا تظالم. أنت الآن تعد مسلم ظالم. نأخذ هذا ما يعذبني يا سيد ربيع، هذا ما يعذبني. اسمعي أنا جيدا. مؤمن. اسمعي جيدا. أنا أعلم أنك ولكني أعذب ومؤمن ولكن أعذب، هذا وهو ما يعذبني. أريد أن أهرب عنها وأبعد. اسمع جيدا. أنت الآن أختي لكن تسببت لها في كثير من المشاكل. سواء في الزواج، في الدراسة، في مشاكل عائلية، ولكن هي تصبر، إنها صبورة. وإن كان أكاد أحترق بصبرها. خير إن شاء الله. تصبر من زوج أختها أذاها فهو يبعد عنها. اسمع جيدا. لا داعي هذا الجدال أريد العقيم. أن أبغض ذلك. اسمع إنه ملتزم ولكن ليس مثلك يا رجل. الحمد لله رب العالمين. إنه سني ولكن ليس ملتزما. الحمد لله. هذا ما الحمد لله. هذا ما أبغضه، إنه يحقدها. الحمد لله. لماذا لا أفهم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين تمر من هنا ببابل الشرعية لتذهب. أبعدتها عن هذا وما يعلمان من فهي تذهب من هنا وزرها حتى يقولا إنما نحن فتنة. طيب انتم شفتوا القصة العجيبة، يعني ما شاء الله تبارك الله، هو يقرأ القرآن وهي تتكلم معه، وأنا اسمي كذا، وهي طيبة، وهي ما فيها شيء، يعني ما شاء الله. يعني أنا أشوف هذا جني ما شاء الله طيب والله، هذا جني يعني العادة الجني ما يكون بهالصورة، جني قاعد يتكلم ويسولف ويناقش، لا ويكمل معها القرآن بعد، يعني هو يقرأ القرآن وهي تعطيه التكملة وماشية في الموضوع وهو يقرأ ماشي. أين الفقه في الرقية الشرعية؟ هذا المفروض ما تقرأ، خلاص توقف وتعالج هذه المرأة، لأن ليس هذا من أعراض المس أو التلبس. خلينا نقول احتمال أمرين في هذه المرأة، إما أن تكون متوهمة من المس الشيطاني اللي هو القرين، المس الشيطاني غير التلبس، المس أنها تكون متوهمة وخذت المقلب، يعني الشيطان لعب عليها وخذت المقلب من فيها سحر، أو أنها تكون امرأة عندها ظروف ومشاكل ودخلت عاد المود هذا عشان تطلع من الظروف والمشاكل، قد تكون تمثل بهذا الشيء، وفي حالات كثيرة حصلت. أما تقول لي هذا هو التلبس بالجان، حرام عليك يا شيخ، أو السحر، لا،
في أعراض قوية للسحر والتلبس والعين، أعراض قوية جدا. هو كلام مو كلام فاضي، كل إنسان يقول أنا في سحر، أنا فيني جن، أنا فيني عين شديدة. لا لا لا، أعراض خطيرة. من الأعراض أول شيء المرض الشديد والإعياء الشديد، العزلة، الاكتئاب، قلة الأكل، قلة النوم، البعد عن العمل، الشعور بعدم الاستمتاع بالحياة. أشياء كثيرة جدا تجد في حالات صعبة، ولما تقرأ عليه تظهر أعراض. هذا الأخ نعيم جالس ما شاء الله مقابلها ويقرأ وهي قدامه، والركب بالركب الله يجزاه خير، وهي تسولف معاه وكأنه يعني العلاقة من 50 سنة، وهو تعطيه معلومات ويعطيه معلومات. إيش هالخبل هذا؟ والعجيب أن هذه المقاطع لهذا الرجل يدخلها مئات الألوف ويقتنعون. نحن بحاجة إلى إيقاف هؤلاء. ممكن ما نقدر نوقفهم، لكن بالعلم والفهم نستطيع أن نوقفهم وأن نضحك عليهم. وإلى حلقة أخرى إن شاء الله.